مرحبا. شيء أكتر من إنه بيسم البدن، بدي أقول كلمتين واضحين، واللي بيعجبه يعجبه واللي ما يعجبه ما يعجبه، ورح ضل كتير محترم ورح نقي كلماتي بوضوح يعني بينتبه كتير. هيدا مش اليوم لبسته، هيدا منه منظر، هيدا على رقبتي ومن نص الثمانينات. أنا ما بحياتي قعدت طلعت فيديو حكيت إنه أنا كنت بطل هون وكنت عسكر، أنا كنت أقول إني أنا زلمة كنت نظف بطاطا بالمجلس الحربي لطعم الرفاق. راح ضل اقول هالكلام، انا زلمه خيي كنت طباخ بالقوات اللبنانيه، منظف بطاطا ولم زباله. اوكي، وهذا الشيء بيشرفني لو كان حقيقه. تعال نعتبر هيك، ليلي بيطلعوا بيصيروا يقولوا لي انت ما تحكي انت عايش برا، شيلوا الخمس ست مذكرات توقيف اللي باسمي بالمطار بلبنان من حزب الله ومن العونيه ومن القوميه ومن 28 محامي من المستقبل. شيلوا مذكرات التوقيف اللي باسمي وما ينزل على لبنان ساعة تحكوا. بس اقوم انا هلا اطلع بطياره وانزل على لبنان انكمش على المطار وما ينعرف شيء عني بعدين بكون حمار. فاذا انتم حمير خليكم انتم حمير، منا مشكله، قولوا قد ما بدكم. تاني شغله، انا الحكيم الدكتور سمير جعجع بعبد الارض اللي بيمشي عليها، بس انا ما في ضل ساكت على امور بشوفها بركي انا برايي يا خيي المتواضع ما لنا مزبوطه. نحن على اساس حزب ديمقراطي، ما هيك؟ نحن منا حزب توتاليتاري. وحياة بنتي عم برج كلنا سوا من اللي عم بشوفه اليوم، بس ما حدا منكم رح يستوعب. انا الي الحق احكي مثل ما حيالله واحد منكم بلبنان له حق يحكي. انا اعطيت 8 سنين من حياتي، مدرسه ما كملتها، كنت من الاول بمدرسه الحكمه الجديده، روحوا اسالوا عني. بالتابل دونور تركت المدرسه وحملت باروده وحملت سكينه وصرت روح عم بنظف بطاطا. يا ربي. فاحكوا اللي بدكم اياه، اخر هم عندي. انا وقت بوجه كلامي للحكيم بوجهه من حرقه بالقلب ومن محبتي لإله ومن معرفتي انه ما بقى في غيره بالبلد بينحكى معه، او ما بقى في امل بغيره بالبلد. كرمال هيك بوجه حكي للحكيم. لمين بدي احكي؟ مع مين بدي احكي؟ مع سامي الجميل؟ الله يساعده، ما بدي اقول اكثر من هيك. اللي صار اليوم بالكحاله ما لازم ينسكت عليه. حكيم ان شاء الله يا رب يصلك هالكلام. لاي متى؟ طب ما هو اخرتها. يعني اليوم فادي البجاني الله يرحمه للشب، امبارح خينا الياس بعين قبل، قبل جول بجاني، قبل لقمان سليم حتى لو ما كان منه. ما هدول عالم حرين لبنانيه. طب لاي متى يا سمير جعجع؟ واخرتها. طيب فهمنا، بدك الدوله وبدك القانون، لك نحن ما بدنا حرب. نحن ما بدنا حرب، نحن اولاد الحرب. انا منصاب بالحرب. قلت عن دين اللي خلفني باللقلوق يا حكيم وبالبيه وبغيرهم. ما تعبنا بوقتها وبنعرف شو الحرب، ما بدنا حرب، بس ما فينا كمان نضلنا خانعين وموطيين راسنا مثل اللواط. طب ما انه طب ما في عنا كرامه وعنفوان كمان. صرنا نحن بدنا ندعوش على كرامتنا وعنفواننا بنسكت كرمال الدوله. ولك يا طالب الدبس من طيز النمس. الدبس هو العداله وطيز النمس هي الدوله. انه رح تاخذ انت عداله من هيك دوله يا حكيم؟ طب كيف؟ فسر لنا اياها تنفهمها يا خي، اعتبرنا هبل. انا قدامك اهبل بالمخ، اوكي؟ انا قابل بشي وبعترف بكتير امور انا قدامك اهبل بالمخ، بس ما انا كمان ماني كليا اهبل ومثلي امثال. ما انت بتعبنا. اطلع احكي كلمه، وجهنا قلنا يا خيي هيك بنتحمل مسؤوليتها. هلا انا برات لبنان بدي يرجعوا يقولوا لي انت برات لبنان ومرتاح وما بعرف شو هالاكل هوا. طب وقت انا كنت بلبنان انتوا وين كنتوا؟ شو كنتوا عم تعملوا؟ مثلا بتطلع لي وحده اليوم ست انا كنت بالوزاره، اللي انا وين كنت بفكرك بالبيزونسون عم بقص ميلفاي عم باكل مع ما بعرف مين. وين كنت قبريني سامع بالتنسيق مثلا؟ بالوزاره وبالتنسيق اثنيناتهم اثنين. شو بدنا عم نزير بعض يعني؟ شو هالحكي التافه؟ انت كنت بالوزاره، لا نحن كنا عم ناكل ميلفاي بالبيزونسون. ما كمشونا، ما ضربونا، ما عبونا بصندوق السيارة قدام بيتي بشارع مار يوسف قدام مرت الحبلة اللي كانت 7 اشهر حبلة كانت روحت من ورا المنظر وقت اجوا حملونا المخابرات من قدام بيتي. ف دخيل الله اللي خلقكم، بس لو بتخلوا تنكم مسكر وقت بنحكي مع الحكيم. نحن اللي قضينا كمان، ونحن عرقنا ونحن نزفنا. اصحابنا ماتوا بين ايدينا، لليوم بعدنا بنشوف منامات وحشة وبنبكي على دم كل شاب مات من عنا. الله يرحمك يا كنار. حكيم لاي متى؟
اخر هالفيديو ماله ما تزعلوا مني. عم شوف هلا عم بيصير في توتر كمان بعين الرماني، بوجه هدول التتر الحوش ولاد الشراميط المجرمين. لا يا شباب عدوا ارتاحوا، ما بدنا حرب، ما بدنا معارك، ما بدنا حدا نخسر حدا من شبابنا، بس ما بدنا نسكت كمان. يعني حال وسط ما فيها تخو يكسر له مخه، يا بدنا نحن ونكون خنوعين وجبنا، يا بدنا نعمل حرب ونموت. طب ليه يعني؟ طب ما ليه؟ الارض اللي بيمشي عليها سمير جعجع انا بعبادها اكتر من اكبر راس منكم عم ببيض طناجر، بس لو بتاكلوا خربه.